يقولون الآن الإنسان أكو عنده جبلة، أكو عنده فطرة يعيش بيها. شنو هي؟ حب الحياة. ماكو واحد يكره الحياة، كل واحد يحب الحياة من أعماقه ويريد أن يعيش، ما يريد أن يموت. هذا حب الحياة اللي عند الإنسان دليل على أن الموت لا يعدمنا، لأنه لو كان الموت يعدمنا الإنسان أشبه شيء مثلا بالحشرة، بس مات وخلص صار تراب وانتهى كل شيء. ليش الله أودع عندنا حب الحياة في أعماقنا؟ معناه هناك يعتبر لولا وجود عالم آخر يعتبر إيداع حب الحياة عبث فالشيء لا معنى له. كذلك الله عز وجل عندما أودع عندنا الشعور هذا وأودع عندنا حب الحياة هذا، إن دل فإنما يدل على أن الإنسان نعم لا يموت إذا مات، وإنما يفرق بين روحه وجسده، وإلا هو ما راح يموت، راح ينتقل من عالم إلى عالم آخر. ويقول أحد الشعراء: ألا أيها البحر الذي أنا واقف بشاطئه لا بد من شاطئ ثاني. أنا الآن على جانب وهناك جانب آخر، نفس الدليل. يعني مو عبث الله أودع في داخل هذه القوة، قوة حب الحياة. لو كان حب الحياة هذا الذي أودعه الله عندي ما إلى متعلق نعم لكنت هذا أقول شيء عبث. هذا ممكن. ليش الله خلق عندي حب الحياة؟ معناه إذن أنا ما راح أعدم، إنما راح أنقل من مكان إلى مكان.